السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين ليا في الدنيا؟ اتمنى رب دايما تكونوا بخير، واتمنى رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. انا برحب بالمشتركين الجداد وبقول لهم كل عام وانتم بخير. احنا النهارده باذن الله هنعمل نتابع زراعة على الاسطح بطريقة سهلة جدا وبسيطة. احنا ان شاء الله النهارده، طبعا انتوا عارفين القناة بتاعتنا متقسمة للقسمين. أنا بحب الزراعة جدا وبحب أزرعها على الأسطح في البلكونات، بجانب المطبخ وبجانب الوصفات بتاعتنا اللي بنعملها. إن شاء الله إن شاء الله الطريقة دي جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. احنا معانا الفلفل الأحمر أو الأصفر أو أي نوع فلفل أو شطة باردة أو حراقة بنفس الطريقة. إن شاء الله معانا الفلفل الأحمر، طبعا احنا جايبينه من السوق أو من التلاجة عادي خالص، ما فيش اي مشكله. هناخد البذور منه بالطريقه دي كده، شايفين ما شاء الله البذور بنفس الطريقه كده. هنفض البذور بنفس الطريقه كده، ونبدا ناخدها معانا. مش هننقعها ولا حاجه لانها لسه طريه، مش موجوده معانا من فتره طويله. هناخدها دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ونطلع فوق على السطح عشان نزرعها مع بعض ان شاء الله. هنزرع الفلفل بطريقتين اتنين، بطريقة البذور وبطريقة الشتلات. خليكم معانا، هتستفادوا جدا من الفيديو بتاعنا بإذن الله. ولو وصلتوا معانا للنقطة دي ما تنسوناش في اللايك. دلوقتي بقى احنا معايا التربة بتاعتي عبارة عن رمل وتربة سمراء، ودي قشور اللهم صل على النبي، دي قشور توم، بسم الله توم، موز، قشور موز، قشور بيض، اي حاجة عندك تحس انها فوائد، اللي هي الحاجات المتبقية من المطبخ ديت خلطيها على دي الاسمدة بتاعتي اللي انا بستعملها بصراحة. طبعا انا بعين القشور الموز والبيض في اكياس، واما اجي ازرع حاجة بحطها في قلب التربة. تمام. خلطت التربة بتاعتنا كويس جدا وبدأت احطها في الحاجة اللي انا هزرع فيها البذور. تمام. طبعا دلوقتي بسم الله ما شاء الله جهزت التربة وبدرت البذور بتاعتنا، شايفين ما شاء الله. دلوقتي هدار البذور بتاعتنا بالتراب او شوية بسيطة كده من الرمل، عشان ايه ما تظهرش الحباية اللي هتظهر هتنشف. تمام. هبدأ اغمر المية بتاعتنا، بسم الله، التربة بتاعتنا بالمية، وغطيها بالمشمع او الكيس كده، وغطيها كويس جدا عشان تعرق وتنبت معانا. شايفين بسم الله الله اكبر. ده بعد حوالي اسبوع. اسبوع. شايفين الزرعه ديت الحمرا ديت؟ ده انا ما زرعتهاش، بس هي خدت طالعه لوحدها لان التربه كانت مطرحه فيها بذور بنجر، طلع البنجر في وسط الفلفل، مفيش اي مشكله خالص. ده كده بقاله 10 ايام. تمام. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا دي المراحل بتاعته، وبرضه هغطيه زي ما هو برضه عشان ايه الارض ما تنشفش عليه وينشف العيدان. تمام. اتمنى لو الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم تساعدوني وتكتبوا لي تعليقات هي بتعجبكم ولا لا. ايه رأيكم في القناة؟ شايفين ما شاء الله ادي الفلفل بتاعنا بدأ حوالي 10 12 يوم كده. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. خلاص كده بدأ يعمل اوراق اهوت، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا اي بذور عندك ممكن تبذريها برضو بنفس الطريقة. هنعمل مع بعض ان شاء الله حاجات كتيرة جدا. اتمنى الفيديوهات بتاعتنا تشيروها. بسم الله. نعمل بقى الفلفل بالشتلات. تمام. الشتلات ديت انا لسه ما كنت عامله البذور دي، ما كانتش كبيره، فالشتله ديت انا شاريها من السوق. بدأت برضو اخلط التربة بنفس الطريقة واعبي في العلب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا العلب دي مخرومة خرمين 3 كده من تحت او من الجنب عشان تصريف المياه. تمام. بدأت كده احط التربة بتاعتنا كويس جدا وهغمرها برضو بالمية. تمام. وهبدأ اشتل الشتلات بتاعتنا. تمام. هبدأ بقى افحر فحرة بسيطة كده في قلب العلبة. شايفين بأي حاجة، قطعة خشب، عود، خلة، اي حاجة عندك، قلم،
وابدا احط الزرعه بتاعتنا او الشتلات بتاعتنا اللي احنا جايبينها من السوق. طبعا هي والله كانت جميله جدا، بس انا يعني حطيتها في الشمس على ما خلصت الاكل وكده، فلقيتها دبلت كده مفيش اي مشكله خالص. الجذور بتضرب وبتمسك في التربه، ما تقلقوش خالص. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص هثبتها كويس في التربه كده. واكرر الطريقه بنفس اللي احنا عملناه في الشتله الاولانيه، لحد ما اخلص الشتلات اللي عندي كلها بنفس الطريقه. سهله جدا. وبس اي شتله عندك هتغرزيها في الارض، وبس تثبتيها كويس عشان الهواء ما يخشش للجذور وتعفن. نثبتها ونضغط حوالين الجدر كده بسيط كده. تمام. بنفس الطريقه كده احط الجدر واسحب. لو انت مش حابه تعملي بايدك يعني، بحط الجدر كده واسحب كده. تمام. انا بعمل كده لان احنا اصلا كده كده فلاحين، وعندنا الحاجات دي عادي خالص. الزراعة والحاجات ديت اللهم ديمها نعمة يا رب العالمين. شايفين الزرعة؟ شايفين ما شاء الله كده خلاص. بعد اسبوع خلاص بدأت روتها تاني اهيت، وخلاص دقت في التربة، وبدأوا فيه لسه برضه اهوت. بس مجدد عند الجدر من تحت. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة. بدأت الثمار بتاعتنا اهيت. شايفين ما شاء الله. وجنبها التين الشوكي اللي احنا عملنا عليه حلقات قبل كده، جميلة جدا وجمعناها مع بعض. اتمنى يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ويكون نستفاد كلنا من بعضنا. واتمنى تشيروه عشان يوصل لأكبر قدر من الناس. واشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله.